حياكم الله وبياكم. الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي لما اتكلم عن الأزمة بينه وبين دونالد ترامب رئيس أمريكا وقتها، سألته المذيعة هتتصرفوا ازاي قصاد أقوى دولة في العالم؟ فرد عليها وقال لها أنا سعيد للغاية بالدعاية المجانية اللي قدمها لينا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، فدلوقتي العالم كله يعرف شركتنا حتى في الدول اللي ملناش فيها فروع وما صرفناش فيها ولا دولار واحد دعاية كانت ممكن تكلفنا ملايين الدولارات، كسبناها مجانا، وعلى فكرة أمريكا مش ممكن تكسرنا مهما حاولت. وبعد كده سألته على القبض على بنته في كندا، فقال لها طبعا أنا كأب قلبي اتكسر عليها، ولكن أنا شايف إنها تجربة هتخرج منها أقوى من الأول وهتمنحها أجنحة تحلق بها في المستقبل بعيدا. فكانت المذيعة كل ما تكلموا عن حادثة سلبية يحولها إيجابية. الحرب مع أمريكا دعاية مجانية، القبض على بنته تجربة هتقويها في المستقبل. فالناس الناجحة مختلفة تماما عن الناس العادية اللي عايشة دايما دور الضحية، والتفكير الإيجابي هو الفرق بين الإنسان الفاشل والإنسان الناجح. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. وكن مع الناس كالميزان معتدلا ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمور بنعمته والخال من أنت من أضراره خالي. ولا يفك الرأس إلا من يركبه ولا يرد المنايا كثرة المال. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.